رجب طيب إردوغان. ولد في 26 من فبراير 1954 في اسطنبول. نشأ في أسرة فقيرة في محافظة ريزا على البحر الأسود، وعاد إلى اسطنبول وعمره 13 عاما. درس في مدارس إمام خطيب الإسلامية، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة. في نهاية السبعينات انضم إردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين إربكان، قبل إلغاء جميع الأحزاب مع الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980. ومع عودة الحياة الحزبية في تركيا بعدها ب3 أعوام، عاد نشاط إردوغان السياسي وطموحه مع حزب الرفاه في اسطنبول. في عام 1989 رشح إردوغان عن حزب الرفاه لانتخابات البلدية، لكنه فشل رغم ملاحظة نشاطه وحيويته وقدرته على الاقتراب من الجماهير. تلك الخسارة لم تعق طموح إردوغان نحو الصعود، فعام 1994 رشح حزب الرفاه إردوغان إلى منصب عمدة اسطنبول، وفاز بمنصب العمدة. بعد 4 أعوام اتهم إردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية، وسجن لنحو 10 أشهر، ومنع من العمل في الوظائف الحكومية والترشح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتا من شعر تركي أثناء خطاب جماهيري. عام 2001 أسس هو وعبد الله جل ومجموعة أخرى حزبه الحالي، حزب العدالة والتنمية. بعد عام فاز حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان بالانتخابات التشريعية بأغلبية ساحقة تمثلت ب363 مقعدا، وبسبب تبعات سجنه لم يتمكن إردوغان من ترأس حكومته، وقام بتلك المهمة عبد الله جل. وفي مارس 2003 بعد إسقاط الحكم عنه تولى إردوغان رئاسة الوزراء، وبقي رئيسا للوزراء حتى أغسطس عام 2014، ثم أصبح في 28 من أغسطس نفس العام رئيسا للبلاد، وهو أول رئيس تركي ينتخب عن طريق الاقتراع المباشر، وفاز منذ الجولة الأولى متغلبا على منافسيه. قاسم حميد، العربية.